ما زلنا مستمرين مع حضراتكم في الدرويش، وبيشرفني كابتن احمد قناوي نجم نجوم النادي الاسماعيلي. اهلا بيك كابتن احمد مره ثانيه. ويمكن مش عارف، حاسس ان الحلقه سخنه عليك النهارده. لا 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 مش ذنبك حاجه في حاجات كتير، بس احنا بنعرض للناس كل اللي حصل. لا 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 انا بتكلم عادي جدا، وبتكلم من وجهه نظري انا، وانا تحت امرك في اي حاجه يعني. طيب خلينا نتكلم تاني في موضوع الدوري. وكنا طالبين ان احنا نلعب على استاد الدفاع الجوي في القاهره في التجمع الخامس، وتوافق لفتره، بعد كده وزاره الداخليه رفضت، فبقى عندنا ملعب الجيش في جيش ثالث في السويس، وخلاص النادي الاسماعيلي وافق وطلب ان هو يتمرن على ملعب الجيش ثالث في السويس. حضرتك عندك معلومه ان احنا طلبنا معلومه ان كنا في الاول دفاع الجو، بعد كده اترفض؟ لا، ان احنا طلبنا خلاص نتمرن في السويس. التمرين ده هيبقى نظامه ايه؟ هنروح ونيجي كل يوم، ولا هيكون في معسكر في السويس للتمرين؟ وهيبقى امتى؟ لان احنا خلاص المفروض يعني في خبر طلع ان السبت الجاي معانا ماتش مباراه مع مصر المقص. لا، من الموضوع التدريب مش هيبقى كل يوم يعني من وجهه نظري انا ممكن يكون يومين قبل المباراه او تدريبه قبل المباراه. تمام. يعني ممكن الاسماعيلي يروح بدري شويه يومين او يوم، يبقى يتمرن تدريبه قبل المباراه. يتدرب تدريبه على ارض الملعب، يعرف ارض الملعب، ياخد عليها لعبه، تاخد عليها، وبعد كده المباراه تبقى ثاني يوم. ده من وجهه نظر. وما ينفعش يروح ويجي كل يوم، هيبقى في اجهاد على اللعيبه. يعني ما ينفعش كل يوم باص يروح يجي او اتوبيس يروح ويجي كل يوم، حتى لو كانت ساعه وتتمرن هناك وبعدين ترجع، هيبقى في اجهاد كبير جدا على اللعيبه. طيب احنا خلاص المفروض ان الدوري بيقال ان هو 17 اكتوبر، وفي ماتش اتحدد يوم 20 مع مصر المقاصه. لكن احنا كمان يمكن كان عندنا خبر اتقال قبل الحلقه على طول من قسم الاخبار عندنا في تلفزيون القناه، ان في مؤتمر صحفي يوم الاثنين علشان اعلان الموعد النهائي للدوري، مش تحديد. يعني هم لسه يوم الاثنين هيعلنوا الموعد النهائي. يمكن المؤتمر ده هيبقى من قبل الداخليه اكتر، او يمكن الرد او الكلام اللي هيتقال هيبقى من قبل الداخليه اكتر من اتحاد الكوره. هو في كلام دلوقتي تحس ان في ثقه ان الدوري راجع، وفي نفس الصفحه اللي بتقراها بالظبط كده، في نفس الصفحه اللي بتقراها يوم الاثنين ممكن تاخد راي الداخليه. طب انا عايز افهم يعني، هو انا بقول لك الكلام دوت، وطالما في لسه جهه اكبر مني دلوقتي هي اللي هتدي القرار النهائي في عوده الدوري، فانا بقول ما نسبقش الاحداث. لازم يكون في دوري يبقى يطلع بعد كل موافقه الجميع، سواء داخليه او الداخليه او اتحاد الكوره او شباب ورياضه او الانديه، يبقى خلاص اخدنا اوكي للدوري يلعب، نبدا نقول الدوري يلعب. وعلى فكره هو مش يوم 17، لان يوم 16 عندنا مباراه وديه مع تونس. كمان كنت لسه حضرتك فين توقيت تحديد؟ لا مش هيبقى 17، هو الاسماعيلي اتبلغ بيوم 20، اتبلغ باول مباراه اليوم 20 يوم 20. لكن مش لازم يكون اول الدوري يوم 20. لا ومش شرط، مش ينفع يكون يوم 17 الا اذا كان ممكن يلعبوا فرق اللي ما فيش لعيبه فيها في المنتخب. يعني مثلا في نادي في نادي او اتنين ما عندهمش مثلا لعيبه في المنتخب، ممكن يلعبوا 17 او 18. طب هو موضوع 20 برضو، علشان انا كنت قريت خبر النهارده ان اتحاد الكوره هيحط جدول بمواعيد المباريات بالفرق باماكن الملاعب علشان يقدمها للداخليه. يبقى انا عندي مثلا الفريقين دول هيلعبوا في الحته الفلانيه يوم كذا، يبقى ده الجدول الداخليه يتوافق عليه يتاجل. ممكن يكون يوم 20 ده من الجدول اللي اتحط اللي رايح للداخليه. اللي اجل الموضوع الاعلان الجدول المباريات ان كان في فرقتين لسه ما عرفوش الملعب بتاعهم. فبدا اتحاد الكوره يحط بديل للملاعب، يعني لو ما لقوش ملعب هو محاطط بديل للملاعب للفرقتين دول. تمام. فعلى اساس ان هو كده الجدول هيتحط، بس مستني يحط المباراه يوم ايه، خلاص معروفه، بس فين. ما هي فين دي خاصه بالداخليه. انا اقصد ان لا مش خاصه بالداخليه. ليه الداخليه؟ يعني انا هقول فين عشان اسلم الداخليه جدول كامل بالمواعيد والاماكن. فهو حاطط ملاعب بديله، لو ما قدروش الناديين دول ان هم يوفروا ملعب، فهو الاتحاد الكوره حاطط ملعبين ليهم يلعبوا عليهم مباريات. يعني انا اقصد من كلامي ان يوم 20 ده اتحدد يمكن من الجدول اللي رايح لوزاره الداخليه علشان يتوافق عليه او يتاجل او لا، ولا احنا خلاص اتبلغنا رسمي ان احنا عندنا مباراه يوم 20؟ لا انت اتبلغت هاتفيا. كابتن اشرف عنده علم هاتفيا. انما المقصه اتبلغ بورق. الفرقه اللي انت هتلاعبها اتبلغت بورق، فاذا الموضوع لغايه دلوقتي جدي خلاص رسمي. يوم الاثنين ما يجيش نسمع اخبار. انما يوم 20 انا شايف ان برضه كنت اتمنى ان الاتحاد الكوره يعلن قبل كده بفتره، لان الاسماعيلي اخر مباراه لعبها تقريبا يوم 5 أو 6 من 6 لغايه من 6 او لغايه 20 في 14 يوم. فانا كنت اتمنى ان يكون مثلا في مباراه ثانيه بعد الزمالك قبل الدوري ما يبدا باسبوع، للاطمئنان على حاله اللعيبه سواء اللي شاركت في الكويت او اللعيبه اللي لم تشارك. بمناسبه كلامنا عن المباريات، مستوى الفريق الاول في النادي الاسماعيلي من خلال اللقاءات الوديه لغايه دلوقتي احنا لعبنا حوالي اكتر من 30 مباراه وديه، منهم 15 مباراه مع فرق قويه كان فيهم 7 هزايم و5 فوز، منهم 3 على بتروجيت والسيب العماني وهجر السعودي، ومنهم 3 تعادل مع الزمالك وحرس الحدود ومصر المقاصه. المستوى ده حضرتك شايفه ازاي لو احنا خلاص عندنا مباراه السبت الجاي؟ المستوى دوت لو انت لاعب 28 مباراه، هم مش 30، 28 مباراه وكسبت 17 منهم زي كده، انت هتبقى معدي ترتيب نادي الاسماعيلي من 3-4 سنين اخرى.
اللي هو انت الفرقه اللي انا لسه مكونها لا بالنقط اللي انت جمعتها دي لو 17 مباراه مكسب من 28 يبقى انت كده جايب تقريبا 51 نقطه. 28 مش فرقه قويه، مش فرقه دوري، احنا منهم 15 بس فرقه قويه. هكمل لحضرتك مستوى الفرق ماشي، ده بالنسبه للبنات وعدد الماتشات المكسب. تمام. لو جيت اتكلمت في عدد المباريات 28 لا ده انا ممكن كمان كده كويس قوي 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 قوي، وهقول لك ليه، لان اتكلمنا في النقطه دي في بدايه الحلقه. التجانس لازم اعمل مباريات كتير للعيبه دي يعرفوا بعض ويحفظوا بعض، واشوف المستوى بتاعهم الخططي والبدني وصل لغايه فين. تمام. المكسب هنا ممكن تقول لي في فرق انت صغيره كسبتها، وممكن في فرق صغيره تعادلت معاها وخسرت منها. داخل ال 28 مباراه دولت مش لازم كل الاسماعيلي ال 11 الاساسيين بيلعبوها. انا بتكلم في مباراه النهارده 15 مباراه قويه فبيمثلوا اكننا بنلعب في الدوري. اتهزمت 7 وتعادلت في 3 وفزت ب5. مفيش مشكله في مكسب. انت ما بتدورش على مكسب وخساره دلوقتي، لا انت ما بتدورش على مكسب وخساره، انت بتدور على تثبيت فرقه، بتدور على انك توصل الحاله بدنيه للاعيبه كلها، بتوصل ان انت احمد علي جاي لك متاخر وجودهم جاي لك متاخر، فلازم تدخلهم في فورمه المباريات. انا ممكن النهارده اكون لاعب مثلا ماتش قوي عندي وليكن المقصه، تمام، بكره ممكن تلاقي في الجهاز الفني بتاع الدرجه الاولى كابتن صبري المنياوي وكابتن اشرف وكابتن حمام وكابتن سعفان عاملين مباراه ثانيه للناس ما لعبتش، تتعادل فيها، تتحسب عليك نتيجه. يعني انا نتائج ما تحسبش دلوقتي، لكن هو انا عشان بس وقتي عندي تقرير عن ختام دوره وديه في كابتنيه الاساسيين كان فيها الحكم الدوري بيحكم فيها الكابتن فهيم عمر، وفي لقاء كمان معاه. خلينا نشوف التقرير ده ونرجع نكمل معاكم من درويش. خليكم معانا.